السلام عليكم ورحمة الله. ذنوب والمعاصي في كل بلد في العالم، نعم، لكن المملكة العربية السعودية بلد توحيد، بلد الحرمين. هذا البلد أحسن بلد، أحسن وأفضل البلد من أي دولة في العالم، نعم. لكن للأسف بعض الناس إذا شوف أي شيء بسيطة، أي شيء صغيرة في المملكة العربية السعودية هم أو هكذا. ولو في بلادهم ذنوب ومعاصي كثير، لكن لا تكلم، اسكت عن بلادهم، اسكت، لا تكلم. لكن دائما انظر إلى السعودي مثل جسس، انظر إلى السعودي مثل جسس، أي شيء خطأ، أي شيء بسيطة صغيرة أو هكذا. يا أخي فكر 50 مرة، فكر 50 مرة قبل يتكلم عن السعودي، فكر 50 مرة. لأن علماء السعودي وشعب السعودي لا يعبد الصنم، ولا يعبد المقبرة، ولا يعبد الحجر. هذا البلد بلد توحيد، بلد الحرمين. هنا في السعودي في توحيد، شعب السعودي وعلماء السعودي يعرف قدر التوحيد. في السعودي في توحيد، في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السعودي، الشعب السعودي لا يتبع أي مذهب، أي منهج إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. القرآن الكريم وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط بس. شعب السعودي لا يتبع أي منهج، أي طريقة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكر 50 مرة قبل يتكلم عن السعودي. انظر إلى نفسك، انظر إلى يعلك، إلى بلدك. في كثير من الذنوب والمعاصي في بلدك، حرام وحلال، يعني كل شيء للسعوديين فقط. يعني مثلا أي واحد من السعودي، شعب السعودي، أي واحد اسمه غني، نعم هذا حرام، فيه ذنوب. لكن إذا أنت اسمه غني، أنت ما في حرام، أنت ما في ذنوب، أنت من أي دولة يا أخي؟ أنت من أي دولة من العالم؟ أنت اسمه غني أو أنت اسمه شيء خطأ، أنت ما في ذنوب، أنت ما في حرام، ليس يعني عندما في حرام والحلال فقط للسعوديين، وأنت وأنت معصوم عن الذنوب. ففكر 50 مرة قبل أن أتكلم عن السعوديين، فهمت؟